افتحي يلا، انا رايح افتحي هديتك. لا 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 ايه ده بقى؟ ده حواوشي. يا سلام والله. والله الغلطه اللي انا محترماك وبقول لك ايه ده. بس حلو تحفه بجد والله. يا عم. هو حاطط بجنيه ونص لحمه. انا عايز ادوق اوعى كفته. تطلع الكلام ده بس بالفيديو عشان انا عايشه هنا. انت هتمشي. الحواوشي ايه؟ مش جوسي. انت طالبه عصير حواوشي؟ هتوحشينا كوكو. هتوحشني بابي. تاكل رجلك ولا ايه؟ خد بلاش تاكل رجلك طعمها وحش. امسك. خب يا للاسف اول مره اقولها للاسف يعني. خد عسل. بقول لك ايه، انت راجل البيت دلوقتي، تاخد بالك من مامي. ماشي يعني انت هتبقى راجل بيت ازاي انت عمال تلعب في صوابع رجلك كده وتاكلها؟ ازاي انت راجل بيت يعني؟ اثق فيك ازاي انا؟ شو يا كوك. Tschüss Mama. Tschüss. Wo ist mein Schatzi? Ja. Ciao ya Baba. Abi Babi. اوكي، انا نازل مصر دلوقتي علشان البروجكت او المشروع بتاع الشقه لازم يخلص. ومشروع الشقه يعني انا عايز بصراحه اتكلم فيه في التفاصيل بتاعته كامله ان شاء الله. هحاول ممكن في الفيديو الجاي عشان انا نازل مصر حاليا. فاضل فيه يعني انا خلاص يعتبر خلصت ايه زي ما بنقول ربع اول التشطيب، كهرباء، السباكه، الحاجات دي كلها. السيراميك لازم اختاره بنفسي، وفي حاجه كده هتتعمل في البلكونه بوريها لكم طبعا لما انزل لما اصور الشقه. علشان كده في شويه حاجات لازم انا اكون موجود. فعلشان كده نازل مصر حوالي 6 ايام في السريع انجز الحاجات دي وارجع تاني غصب عني طبعا. انا عارف ان كل ده بيكلف تذاكر طيران وكده، بس ملهاش حل تاني. وان شاء الله يعني احنا كده انا وكوكو وادم والعيله كلها يعني بنتقابل كده في شهر، ممكن ان شاء الله في شهر 10 او 11. فايه بحيث ان انا احاول على شهر 10 او 11 لما انزل تكون الشقه على الاقل 80% خلصت، لان عايز ابدا بقى ايه، اشوف بقى عائد الاستثمار بتاعها، تبدا بقى تجيب فلوس وكده. بس هو ده السبب. وصلت مصر الحمد لله. الطيارة كانت جميلة سريعة في الإنجاز. بصراحة أنا بحب مطار القاهرة جدا. يعني أنا شايف إن هو بصراحة ينافس مع دول كتير إلا حاجة واحدة، الحمامات بقالها فعليا 25 سنة ما اتغيرتش. أبسط حاجة أقدر أقولك عليها الزرار بتاع السيفون مثلا تيجي تدوس عليه محتاج 2 رجالة يدوسوا عليه مع بعض. الزرار تقيل جدا. النظافة في الباي فده تعقيب بسيط يعني، تعليق بسيط، ولكن بصراحة المطار جميل. الصوت ده، عارفين الصوت ده؟ بقاله 150 سنة. حاجه طبعا عملتها في مصر، اول حاجه يعني ايوه اطفي ده عشان ما ناخدش كوبي رايت على اغنيه شعبي. تخيل تاخد كوبي رايت على اغنيه شعبي. عامه انا بنزل دايما ومعايا ازازه البرفان بتاعتي، بس انا نسيتها المره دي، فباجي عند البراند المفضل بالنسبه لي. انا مش هقول اسمه دلوقتي، انا عملت ازازه عنده يعني، ولكن قريب عشان احتمال نشتغل مع بعض. بس لا حاجه جامده خالص يعني، مختلفه تماما عن البراند او الفيديو اللي انا عملته قبل كده اللي هو اسمه مشكله العطور في مصر، لان دي كانت بالنسبه لي صدمه يعني. ولكن ممكن اقول لكم ان الروائح المفضله بتاعتي مفضله جدا يعني، اسمها بلاك اورشيد، صح؟ او اوركيد.
لاك اورشيد او اوركيد حاجه زي كده. هي توم فورد يعني، الازازه الاوريجينال بتاعت توم فورد تقريبا بتبدا ب 300 يورو. ودي اول عربيه اشوفها شبه البيبي الصغننه في البيت. وحش اقسم بالله. دي زي بتاعتي 1600 بالظبط. وحش على الطريق. شادي على فكره من الناس برضو اللي بتحب العربيات جدا، وبيحب العربيات برضو اللي ايه الموديل اللي هي الصغيره اللي احنا بنحطها مثلا حاططها انا عند الكافي بار او في الاستوديو كده. فانا جبت له عربيه بورشه الجي تي 3. تمام، الجي تي 3 جبتها له عربيه جامده جدا. المهم هو حطها على ازاز العربيه قدام في الشمس بدرجه الحراره. ده بقى شكل العربيه. العربيه ساحت في الفانوس. اتخرمت من الشمس والله العظيم. كل ده شمس يا لهوي. في الكام يوم اللي فاتوا دول والله شمس كل ده. ودي ازازها ساح. بس دي ازازها ساح فشلته الازاز ساح كله. ازاز ساح عشان بلاستيك. عشان بلاستيك ساح كله. بحييك. حلو كده. هو انت حاطه فراوله على وشك؟ ده هايلايتر. هايلايتر. النهارده كان في بلان تانية خالص لليوم يعني. المفروض كنا نتجمع العيله كلها ونروح ناكل مع بعض، ولكن نص العيله نام. فاحنا النهارده فين بقى؟ احنا هنا اهو طالبين كفته وحواوشي وشيش طاووق وليله كبيره سعادتك. نورهان اقفلي الصندوق افتحيه تاني. تسلم حبيبي. تسلم. انا طلع عارفك. افتحي الكفتاجيه. افتحي يلا نورهان، انت افتحي هديتك. لا 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 كده بقى. ده حواوشي. يا سلام والله. والله الغلطه اللي انا محترماكم كده. طبعا احنا جايين نهزر. هو المكان بيبيع سندوتشات حواوشي وكفته وشيش طاووق فعادي يعني اللي هو انا لسه ما جربتش، بس انا مش جاي اعمل ريفيو. احنا جايين نتعشى وننهي الفلوج على كده. بس حلو تحفه بجد والله. يا عم هو حاطط بجنيه ونص لحمه. انا عايز ادوق اوعى كفته. تطلع الكلام ده بس بالفيديو عشان انا عايشه هنا. كفته بالطحينه في حته ثانيه. فين يعني؟ الله العظيم. انا لو بقيت فود فلوجر بقى يعني فعليا بدون مبالغه. انا ما بعملش اعلان ولا حاجه، ولكن انا دوت لحد دلوقتي الحواوشي والكفته من الكفتاجيه اللي في واحنا فين في الشيراتون. ها بجد الاكل جامد قوي والله. يعني السعر اولا سعر مقابل كواليتي بصراحه حلو قوي. هم طبعا شافوني بصور نزلوا ايه ده ثمن الاعلان. لا انا والله بعمل الكلام ده مني بصراحه يعني. لو نشوف بطحه الكركديه. اوكي، عصير كركديه عليه كيلو سكر. هو حلو للي بيشرب كركديه بسكر عادي. انا ما بشربش العصاير ولا اي حاجه بشربها بسكر. ليمون، ما اكيد دي ليمون اكيد عليها سكر يعني. بعدين ده مش لون ليمون اصلا، اكيد ده مش لون الليمون. مش عند فرغلي هيعملوا اي ليمون. فرغلي. ايه مش عايز تفتح. اوكي نفس الكلام برضو ليمون عليه سكر. لا انا الكلام ده ما يمشيش معايا. المهم ايه شكل الحاجات اللي هم بيقدموها. بس ده اللي كنت عايز اقوله قبل ما نقفل الفيديو. يا دي جنينه. ورايا الاكل كان جوسي يا عمي. باي باي ما تخافيش. باي. طبعا عشان الاكل جامد فجبنا ايه بقى للبيت كله. المكان اللي احنا كنا فيه اسمه بارك بلازا اللي ورايا دوت. كانت تجربه حلوه. جرجس جريس والله. طب اقفلي الفيديو نورهان. انت بتقفله ازاي؟ بجيب الشاشه دي بقفلها يعني فاهمه. بدوس على الزرار. ايه اللي بقفله ازاي؟ قولي سلام. اسبوع على خير ولا ايه اللي بقفله ازاي؟ الفيديو انتهى.